كان لازم الاهلي يخسر من اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي. لعيبه النادي الاهلي وكولر والاداره اخطاء بالجمله، ما كانش ينفع الماتش زي ده يستحمل كل الاخطاء دي. فكان لازم النادي الاهلي يخسر، لان اتحاد العاصمه كان افضل من النادي الاهلي، افضل ذهنيا. لعيبته كانت حاضره في الماتش، لعيبته كانت عايزه تكسب البطوله دي، لكن لعيبه النادي الاهلي ما كانش ما قدموش الكلام ده، ضيعوا فرص كتير. ماتش زي ده بيتلعب، بطوله السوبر بتلعب بالماتش واحد، ما ينفعش تضيع فيها كم الفرص ده. طبعا الاداره بتدفع ثمن عدم التعاقد مع مهاجم من فتره. طبعا المهاجم اللي تعاقدت معاه في سبتمبر، لو رايح الاتحاد الافريقي ما ينفعش ان انت تأيده في الفتره دي، لازم سبتمبر يخلص وبعد كده تأيده. فطبعا موديست ما كانش متاح بالنسبه لك. امبارح اخطاء بالجمله. ممكن حد يفهمني كابتن خالد بيبو ايه دوره في الفرقه؟ كابتن خالد بيبو ماسك ورقه وقلم ولا اكنه هو المدير الفني.